والشير والسبسكرايب. يلا خلينا نبدأ. يقول صاحب القصة: قصتي بدأت أول ما فكر أبويا يتزوج. راح أبويا لجدتي وعماتي وقال لهم أبغى أتزوج وأبغاكم تدوروا لي على واحدة إذا دخلت على الحريم يشهقون من جمالها. كان طلب أبويا في الجمال مرة صعب ومحدد كل شيء من ناحية الملامح والعيون وطول الشعر. وبدت رحلة عماتي وجدتي إنهم يدورون هذه الإنسانة وراحوا يبحثون على نفس المقاييس والجمال اللي يبغاها أبويا، وأخيرا حصلوا البنت اللي على نفس المقاييس والجمال، لكن ما في منطقتنا، في منطقة بعيدة مرة. قالوا لأبويا ووافق، وطبعا عرفوا من كلام الناس إن هذيك العيلة ملكات جمال. وفعلا توجهوا أبويا وجدتي وعماتي على منطقة البنت هذه، وصارت الشوفة الشرعية وأبويا طار عقله من جمال أمي. وأهل أمي كانوا ناس بسيطين ويبغون الرجال اللي يشتري النسب. وتمت الخطبة، وكانت مدة الخطبة والزواج أقل من شهر، وفعلا تم الزواج. وبدت الأحداث في يوم الزواج. كان الزواج في منطقة أهل أمي. يقول أبويا وأنا واقف في الزواج ووقت استقبال الضيوف، واقف طبعا أنا يعني أبويا واقف جنب أبوه أخوانه، دخل عليه رجال أسود، مو أسمراني، أسود، وسلم على جدي وأعمامي. ولما وصل عند أبويا قال له في إذنه مبروك لكن ما راح تكمل معاها وقريب بتطلق في أسرع وقت. وراح ودخل جوا في صالة الضيوف. طبعا أبويا من الصدمة راح لحقه يبغى يعرف مين هذا، يعني شخص ملامحه مو واضحة، يده خشنة، وللأسف كانت ريحته بشعة. يقول ما حصلت أحد، التفت ورا إلا أحصل أعمامك قرايبنا ورايا مفجوعين يقولون إيش بك تركت صف الاستقبال ووجهك كذا شاحب ومفجوع، إيش فيك؟ قال أبويا لهم قاعد ألحق الرجال. انصدموا وقالوا يا رجال، قلت لي سلم علينا كلنا وقال كذا وكذا وكذا. قال يا رجال تعوذ من إبليس، ما في أحد، وعادي تصير لأنك عريس ومتوتر. تعوذت من الشيطان ووقفت معاهم وأنا في بالي هذاك الشخص. عدت ليلة الزواج وجاء الوقت اللي ياخذ فيه أبويا أمي ويروحون الشقة. طبعا وقتها ما كان في فنادق أو فنادق فخمة زي الحين، كانت شقق عادي وشي بسيط جدا. يقول أبويا لما جيت دخلت الغرفة وأبغى أشوف أمك، لقيت أمك زي المشلولة، يدها ملتوية وأصابعها مشدودة وريقها ينزل على لبسها. في الوقت هذا كان صدمة أبويا أن البنت الحلوة اللي يتمناها يشوفها بهذا المنظر. يقول بدون تردد اتصلت على أخوانها عشان يشوفون إيش ذا المصيبة اللي حصلت، وعلى طول جو أخذوها وقالوا خلاص خلها يومين ترتاح عندنا وبعدين تعال خذها. قلت طيب، وبالي كان مشغول معاها. بعد يومين اتصلت عليهم ابغى اشوف ايش وضع البنت. قالوا والله من يوم ما دخلت البيت وهي طبيعيه وما تتذكر ايش صار. عموما تعال خذ زوجتك، ويمكن عشان كانت متوتره وشدت اعصابها يعني. وفعلا رحت اخذتها وفي السياره بديت اتكلم معاها واحاول اخفف على نفسي باللي شفته قبل واخفف عنها حتى هي كمان. دخلنا البيت وجلسنا نسولف. واليوم الثاني يقول لي ابويا امك ما هي امك. صرت أشوفها تصارخ وتقول ما أبغاك، البيت صار في ريحة وصرت أشوف كوابيس. سألت كذا شخص قالوا وديها الشيخ. ودى الشيخ يقرأ عليها ويقرأ عليك. وفعلا وديتها الشيخ وطلع أن أمي فيها سحر، واللي سحرها كان واحد خطبها قبلي 4 مرات وأهل زوجتي رفضوه. استمرينا على الشيخ لمدة 2 شهر، كنت ساكت ما علمت لا أهلها ولا أهلي. بعد الشهرين هذه صارت أمي تتعب أكثر، وقال الشيخ اعرضها على طبيب نفسي، يعني ممكن كمان حالتها تتحسن، علاج وطبيب وقراءة وقرآن. هنا قررت أقول لأهلها أني بعرضها على دكتور نفسي، لكن هنا بدأت الصدمة. أهل زوجتي رفضوا، ولما جلسوا مع البنت قالوا أنت اللي جننتها وبنتنا ما هي مجنونة. اتهموني بأشياء أنا والله ما سويتها. فقررت زوجتي إني أطلقها وأنا رفضت. فمرة كنت في دوامي وزوجتي طبعا عند أهلها، طبعا وقفوا عني الشيخ ومنعوني حتى إني أشوف زوجتي. فلما عرفوا إني أنا في الدوام جو للبيت وأخذوا أغراضها وذهبها وما خلوا شيء لها في البيت إلا شالوه. رجعت البيت ولقيت ملابسها وعفشها مو فيه. حصلت رسالة من زوجتي تقول مالك عندنا شيء إلا الشيء الوحيد اللي في بطنها، بعد ما تولد أخذه وروح، ما نبغى منك شيء. أنا انصدمت وفرحت في نفس الوقت، يعني من جد زوجتي حامل، ما عندي خبر. مشاعري متلخبطة، فرح، زعل، كل شيء. كلمتهم كثير وترجيتهم إني أجي بس أسلم على زوجتي، أبغى أتفاهم معاها، لكنهم أصروا على الرفض. واستمريت أسوي هذا الشيء وأحاول فيهم إلين ما صارت زوجتي حامل في الشهر الثامن وما زالوا يرفضون. هنا قررت إني أدخل أهلي في الموضوع بحيث يرجعوني لزوجتي اللي أحبها، ولقيت فيها كل شيء أبغاه. لكن كان ردهم لأهلي نفس الرد اللي قالوا لي: مالكم غير ولدكم تاخذونه والله يستر عليكم، قصدهم البيبي، ونبشركم تروه ولد، اللي هو صاحب القصة اللي قاعد يحكينا. طبعا قال لي أبويا قررت إني أسميك فلان على أخويا عمك، يعني المقرب لقلبي. طبعا إحنا حاولنا ودخلنا شيوخ قبايل في الموضوع عشان زوجتي ترجع لي، لكن أبدا ما في أمل.
وجاء وقت الولادة وجيت أنا اللي قاعدة أقول لكم القصة. ويقول أبويا الصدمة إنهم لما اتصلوا علي أهل زوجتي قالوا تعال خذ كلبك ما نبغاه. طبعا عصبت ورحت لهم وقطعت مسافة إني كنت في مدينة أهلي وسويت مشكلة وجلست أصيح إن حرام عليكم حفيدكم وهذه بنتكم، إيش تستفيدون من إنكم تطلقونها مني؟ كانوا يقولون شغالة ببلاش مالك دخل أنت طلق وبس. وصدمتني إنها تقول ترى البنت حتى بيض ما تعرف تسوي، البنت مسحورة من زمان وإحنا ضحكنا عليك وما كنا نتمنى إنه يكون في طفل، لكن نصيبك خذه وربيه أنت. بنتنا ما تقدر تشيل نفسها عشان تشيل ولدك. وقتها يقول أبويا طالعت في أمك وأنت كنت في حضني حقيقي زي ما قالت أمها ما تعرف تسوي شيء وكأنها صنم يجلسونها يقومونها بكيفهم. قال أبويا هنا قررت إني أخذ الباقي من كرامتي وكرامتك يا ولدي ونرجع مدينتنا. لما دخلت بيت أهلي وأنت في حضني جدتك انبسطت، لكن عماتك قاموا علي قاموا أخذوك لبسوك فعلوا وتركوا وأنا ماني عارف إيش أسوي فيك ولا إيش أسوي في وضعي. قررت جدتك تربيك وقالت نصيب يا ولدي وزوجك اللي أحسن منها. جلست فترة متضايق وبعد شهر رجعت لدوامي بعد ما خلصت إجازتي اللي أخذتها وابتديت أمارس حياتي العملية والحياتية. وفي يوم من الأيام كنت طالع من البيت رايح للدوام، ركبت السيارة وشفت الباص تبع الجامعة كان واقف قدامي. طلعت بنت من البيت وركبت الباص. بديت أفكر في هذيك البنت، حشمتها جذبتني. أستنى البنت هذه كل صباح وكل ظهر لما تروح الجامعة ولما ترجع، انتظرها في السيارة بس عشان أشوفها راكبة أو حتى نازلة من الباص. هنا رحت سألت ولد أخوي الصغير قلت له جيراننا مين بنتها اللي تروح الجامعة؟ قال فلانة. ليش؟ قلت لا بس خلاص. رحت لأمي اللي هي جدتك وقلت أبغى أخطب بنت الجيران فلانة. قالت إيش من جدك أنت؟ قلت إيوه. لا بس إنها هي لونها أغمق شوية وأنت تحب البياض يعني. لا كلموهم نبغى شافة شرعية وبإذن الله إني أخذها. طبعا عرفوا أخواتي بالموضوع عماتك وقاموا علي ليش إيش تبغى فيها؟ كان موضوعهم اللون يعني عنصرية مليون. قلت البنت أخلاقها فيها شيء، شكلها في شيء، نسبها فيها شيء. قالوا لا بس اللون. كان أبغاها وأنا اللي بعيش معاها. كانوا أخواتي مخططين يزوجوني واحدة من القرايب وزعلانين إني ما باخذها وباخذ بنت جيراننا، لكن ما اهتميت لهم. في النهاية أنا اللي بعيش معاها. وفعلا رحنا لبيت جيراننا واستقبلونا أحلى استقبال، وفعلا طلعوا رجال وشارين النسب. شافتني وشفتها وناسبنا بعض الحمد لله. كان شرط أمي اللي هي جدتي ما تتدخل فيني أنا يا الحفيد، ووافقت وتم الزواج. بعد أسبوعين من زواجنا جت جدتي كانت شايلتني، قالت خذ ولدك تعبني ما خلاني أنام وأخواتك طفشوا منه، خذها أنت. كذا فجأة بدون أي مقدمات طلعت زوجتي وأخذتك منها. قالت خلاص أنا أبغى خلوه معايا. انصدمت قلت يا فلانة إحنا دوبنا عرسان مالنا الأسبوعين بس. قالت عادي والله حرام أصلا من قالت أمك مالك دخل فيه وأنا متضايقة. ما صدقت إنها جابتها. خلاص تكفى خليه معانا أنا بهتم فيه كأني أمه. قلنا يلا آمنا بالله. وكبرت أنت يا ولدي. وبدت جدتك تضايق زوجتي إن عشان مو ولدك، عشان ما تعبتي فيه، ما تعبتي في حمله، ما تعبتي في ولادته، ما أدري إيش دخل. وعماتك من جهة ثانية. وصارت مشاكل كثيرة. للعلم إنك أنت يا ولدي كنت شقي تعرف شقاوتك، وكانت زوجتي تعاقبك زي أي أم تربي ولدها. كبرت انت يا ولدي وجاء اخوك الثاني وجاء الثالث وجاء الرابع وصرنا احلى عيلة وعشت معانا حياة حلوة مثل اي عائلة. فيها عقابات لما تأدون انت واخوانك، فيها مكافآت لما تنتظمون. بعدها ابتدت رحلتي انا الحفيد مع اهل امي اللي مسحورة ومع امي الثانية زوجة ابويا اللي ربتني. عماتي وجدتي قاطعوا امي مرت ابويا لانها احسنت تربيتي، يقولون انها منافقة وتبغى تبين للناس انها صالحة وانها عاملت ولد زوجها احسن معاملة. طبعا ابويا قال لزوجته امسكي بيتك ولا عاد تروحين عند امي حفاظا على كرامة الجميع لاني انا ما ارضى عليك. طبعا انا في فترة المتوسط تصير معايا اشياء غريبة مثل اصوات قبل النوم، اشوف اشياء واحسها خيال، اشياء ما هي طبيعية ابدا. عن فترة صرت ما عاد اقدر اتحرك واحس راسي مليان اصوات، صرت ابكي واخاف كثير وبس ابغى انام. بعدها صار ابويا يشوف وضع امي فيني ايام ما كان يشوفها تصارخ وفيها زي الشلل وما تتحرك. على طول مسكني ابويا وداني عند شيخ يقرا علي وطلع انه فيني مس واثاره من السحر اللي في امي. بدت معاناة القراءة والشيوخ، وبدت زوجة ابويا اللي هي امي انا اشوفها امي اللي ربتني وابويا كلهم يهتمون فيا، وكان اهتمامهم مكثف لدرجة انهم اهملوا اخواني. والحمد لله انا اليوم عمري 26 سنة وباقي لي ترم واخلص الهندسة، وكل هذا بفضل الله ثم امي اللي ربتني هي وابويا. وامي اللي مسحورة وتعبانة اتواصل معاها بين فترة وفترة، واوقات اهلها يصرفونني
كانوا يعطوني أعذار إنهم مسافرين مو موجودين وأعذار كثيرة. العبرة من القصة إن اختياراتكم قيسوها على الأخلاق، على الخوف من الله، مو على الجمال واللون. والعبرة الثانية إن مو كل زوجة أب ظالمة أو منافقة، بالعكس يشهد ربي إني ما حسيتني وحيد معاها، اهتمت وربت وأكلت وشربت ولبست، ما حسيتني غريب عن أخواني. والحمد لله أنا اليوم فخور إن ربي عوضني بأم وخوال غير عن اللي يضحكوا على أبويا. كنت أشوف هذا الشيء فيهم لما أروح زيارات عند أمي. انتهت القصة.